أصدقائي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة شيقة ومحيرة وغريبة، أتمنى الحلقة تعجبكم ويلا بينا نبدأ الحلقة. من وهي صغيرة كيرستي جونز كانت متأكدة من حاجة واحدة، إنها كانت عايزة تشوف العالم كله على قد ما تقدر. عشان كده عند سن 14 سنة أخدت قرار إنها بعد ما تخلص الثانوي هتسيب مزرعة عيلتها اللي مساحتها 300 فدان، وهتقضي سنة تسافر فيها حوالين أستراليا. في سنة 1996 كيرستي وهي عندها 18 سنة عملت كده بالفعل. قابلت شركتها في السفر عن طريق إعلان في الجورنال المحلي بتاعها، وانطلقوا هما الاتنين سوا. رغم إن أهلها سو وجلين جونز كانوا قلقانين بطبيعة الحال، إلا إنهم كانوا شايفين قد إيه بنتهم متحمسة لموضوع السفر والاستكشاف ده، فدعموا قرارها. كيرستي كانت شابة مليانة حيوية وذكية ومستقلة، كانت بتعشق المغامرة والتجارب الجديدة، فالأهل كانوا عارفين إن مفيش فايدة من محاولة منعها. سنة الأجازة في استراليا غيرت كريستي تماما. أهلها لاحظوا إنها سابت ويلز وهي طفلة ورجعت سيدة بالغة. بعد ما رغبتها الشديدة في السفر هديت مؤقتا، كريستي قضت السنتين اللي بعد كده في جامعة ليفربول وخلصت شهادتين في دراسات اللغة الإنجليزية والإعلام. بس مغامرتها الجاية ما كانتش بعيدة عن تفكيرها أبدا، لأن وهي بتدرس كانت بتقضي وقت فراغها بتشتغل في وظيفتين عشان تمول رحلتها اللي جاية. المرة دي هي كانت حاطة عينيها على حاجة أكبر. خططت إنها تقضي سنتين بتسافر لوحدها بشنطة على ظهرها في آسيا واستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الجنوبية، ووعدت أهلها إن الرحلة الطويلة دي هتكون آخر رحلة بعيدة عنهم وبعد كده هتستقر. رغم إن سو وجلين جونز كانوا عندهم تحفظات على سفر كيرستي لوحدها، إلا إنهم ما كانوش قلقانين زي المرة اللي فاتت. هي دلوقتي بقى عندها 23 سنة، أكبر وأنضج وأكثر خبرة من اللي سابتهم في سنة الأجازة بتاعتها. كمان هم كانوا مطمنين لأنهم عارفين إنها مش هتفضل لوحدها كتير، هي هتقابل أعز صحابها وحبيبها في طريقها. التكنولوجيا كمان كانت اتطورت كتير من وقت سفر كريستي في سنة الأجازة بتاعتها، والمرة دي هتقدر تفضل على تواصل مع عيلتها عن طريق الإيميل والمكالمات. كيرستي بدأت رحلتها في مايو سنة 2000، غامرت في سنغافورة وماليزيا لعدة أسابيع قبل ما توصل على تايلاند. قضت شوية وقت في دوشة وزحمة بانكوك قبل ما تتوجه شمالا لشيانج ماي عشان تغير جو. شيانج ماي بتبعد ب 700 كيلو شمال بانكوك، مكان مفضل عند الرحالة اللي بينجذبوا لأسلوب الحياة الهادي والمعابد البوذية والحياة الليلية المزدهرة، كمان لأسعارها الرخيصة في المدينة الجبلية. بعد الانهيار الاقتصادي في تايلاند سنة 97، السائحين كانوا بيستخدموا مبالغ قليلة جدا بتكفيهم لمدة طويلة هناك. فال5 دولار مثلا كانوا بيكفوا السائح إنه ياكل وجبة كويسة في تايلاند ويشرب حاجات معاها. سو وجلين جونز كانوا بيحبوا جدا لما توصل لهم ايميلات من كريستي. بعد اسبوع في شيانج مي هي حكت لهم قصص عن رحلتها اللي استمرت 3 ايام في منطقة جبل اسمه ماتشم، واللي ركبت فيها فيلة وزارة قبائل التلال الاصلية، وكانت بتحكي لهم عن قد ايه سعيدة ومستمتعة برحلتها دي. وفي اغسطس سنة 2000 سو وجلين سافروا اسبانيا مع 2 من صحابهم عشان يحتفلوا بعيد جوازهم ال25. مساء يوم الخميس 10 أغسطس كانوا بيستعدوا للعشاء لما سمعوا خبط على باب أوضتهم في الفندق. صحابهم كانوا واقفين وباين عليهم الصدمة الشديدة، وقالوا لسو وجلين إنهم لسه شايفين حاجة مفجعة في الأخبار. الساعة كانت حوالي 4:30 عصرا يوم الخميس 10 أغسطس سنة 2000 لما أجهزة اللاسلكي بتاعت الشرطة حوالين شيانج ماي أذاعت الإعلان المشؤوم. عاملة نظافة في وسط المحلي كانت لسه داخلة أوضة كيرستي جونز اللي عندها 23 سنة، واكتشفت جوه مشهد مرعب. الرحالة الشابة كانت مرمية على وشها فوق السرير، عارية من نصها اللي تحت، وكان في فوطة مربوطة جامد حوالين رقبتها. الشرطة طاروا على مسرح الجريمة اللي كان مبنى مكون من دورين اسمه إير جيست هاوس. المكان ده كان بيوفر للرحالة والمسافرين بميزانية محدودة مكان بسيط للإقامة بسعر رخيص. نزلاء المكان اللي كان فيه 9 أوض كانوا بيقدروا يتقابلوا في الجنينة الصغيرة المظللة والبار المفتوح، في حين إن الملاك كانوا بيديروا كمان مدرسة مساج في الدور التاني. وكيرستي كانت اختارت المكان ده كقاعدة ليها خلال إقامتها في شيانج ماي. الضباط مشيوا في الطرقة ودخلوا أوضتها اللي في الدور الأول. كانت أوضة بسيطة ما فيهاش أكتر من سرير مع تسريحة خشب قديمة ومروحة بتتحط على ترابيزة. المشكلة إن على ما البوليس دخل الأوضة دي ما كانوش هم أول ناس هناك. طاقم تلفزيوني كامل كان وصل أصلا وصور لقطات وأخد صور لمسرح الجريمة بعد ما عرفوا بالخبر من جهاز اللاسلكي بتاع الشرطة المحلية. بجانب وسائل الإعلام كان في برضو المتفرجين الفضوليين. بينما البوليس كان بيبدأ يعاين الأوضة، هم موقفوش عشان يطوقوا مسرح الجريمة، والصحفيين والمصورين فضلوا يتوافدوا على المكان. الصحفية المحلية بيم كاسينكي كانت من ضمنهم. بيم كانت بتكتب في مجلة محلية اسمها سيتي لايف. افتكرت بعد كده إن كان في حوالي 20 شخص دخلوا أوضة كيرستي قبل ما أي دليل جنائي يتجمع أصلا. بعض الصحفيين فتشوا في هدوم كيرستي وشنطها وأدواتها الشخصية،
بتوصف مدى العبث اللي كان في غرفة كيرستي لدرجة إن واحد من المصورين لف راس كيرستي يمين وشمال عشان ياخد اللقطة اللي هو عايزها. فمتخيلين مدى الفوضى اللي كان في الغرفة دي، اللي هو لو كان في أي دليل ولو صغير ضاع مع العبث اللي حصل ده. الفكرة إن محدش من ضباط البوليس اللي كانوا موجودين بدأ عليه أي اهتمام. مش بس مسرح الجريمة اتلعب فيه بشكل خطير، لكن كمان كان في مشكلة تانية للبوليس، وهي إنهم ما قدروش يلاقوا طبيب شرعي متاح إنه يجي للمكان ده عشان يفحص جثة كيرستي. بدلا من كده جثتها اتنقلت في النهاية للمستشفى، وهناك التشريح أثبت إنها ماتت من الخنق. كان في كمان كدمات داخلية شديدة بينت إنها تم اغتصابها. لقوا سائل منوي في جسمها، وده ادى للبوليس ثقة إن قاتلها هيتم العثور عليه بسرعة وهيتقدم للعدالة. ومن أول لحظة البوليس كان مقتنع إن كيرستي اتقتلت على إيد حد تعرفه. أوضتها كانت موجودة جوه الجست هاوس ده، وممكن تتقفل بقفل من جوه ومن بره. ما كانش في أي علامات كسر على الباب، وده خلى البوليس يعتقدوا إن كيرستي ممكن تكون هي اللي دعت الجاني للدخول. هما كمان كانوا مقتنعين إن القاتل كان شخص أجنبي، وده لأن كيرستي تم الاعتداء عليها أو اغتصابها بطريقة معينة، وهم استنتجوا إن اتعمل فيها فعل الرجال التايلانديين مش بيعملوه. أوضح تفسير للبوليس كان إن القاتل كان مقيم هو كمان في الجست هاوس ده. رغم إن الأسعار الرخيصة للهوستل ده كانت بتجذب الرحالة من كل حتة في العالم، إلا إنها كانت بتجذب كمان بعض الزبائن المشكوك في أمرهم. تايلاند معروفة من زمان على إنها واجهة للي بيدوروا على الهروب من حياتهم في بلادهم. ورغم قوانين البلد الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة كانت متاحة بسهولة في شيانج ماي. في السنة اللي قبل مقتل كيرستي جونز على طول، الجست هاوس ده اللي كانت مقيمة فيه واتقتلت فيه كان اتقفل لمدة 6 شهور بعد ما واحد من نزلائه مات بجرعة هيروين زايدة. ونظرا للسمعة السيئة دي، البوليس كان متأكد إنهم هيلاقوا قاتل كيرستي بين نزلاء المكان ده. وواحد ورا التاني كل النزلاء اتاخدوا لاسم البوليس الرئيسي في المدينة عشان يتم استجوابهم. نيثن فولي اللي عنده 27 سنة كان رحال استرالي وقف في تايلاند في طريقه لزيارة قرايبه في المملكة المتحدة. قابل كريستي في الجست هاوس ده وبدأوا يتكلموا مع بعض، وبما انهم الاتنين بيسافروا لوحدهم فنيثن كان مهتم ان هو لقى حد يتكلم معاه، وهما الاتنين استكشفوا المدينة سوا. نيثن قال للبوليس انه مساء يوم الاربعاء 9 اغسطس الليله اللي قبل ما كريستي تتقتل هو خرج يتعشى في مطعم محلي معاها ورحاله بريطانيا تانية اسمها سارة ويجوت، وادعى ان هو ساب كريستي وسارة حوالي الساعه 10 مساء ورجع على الجست هاوس، وهناك اخد كام حبايه منومه ونام على طول. سارة ويجوت ما كانتش مقيمه في الجست هاوس ده، لكن في هوستل تاني قريب. الشرطه وصلوا لها وجابوها للاستجواب، واتصدمت لما سمعت اللي حصل لكريستي. الاتنين كانوا اتقابلوا في رحلة استكشافية لمدة 3 أيام كانت خلصت من يومين بس، وارتبطوا ببعض بسبب تجاربهم المشتركة كمسافرات إناث لوحدهم. سارة قالت للبوليس إن بعد ما نيثن مشي الليلة اللي فاتت، هي وكيرستي زاروا الأسواق الليلية اللي كانت على بعد 25 دقيقة مشي من الجست هاوس اللي عايشة فيه. اتمشوا هناك لحد حوالي الساعة 11 مساء، وفي الوقت ده سارة كانت زهقت من التسوق وعايزة ترجع للهوستل بتاعها. بس كيرستي فضلت هناك وقالت إن عندها هدايا تانية عايزة تشتريها. نزيل تاني مقيم لفترة طويلة في المكان ده اسمه ستيفن تريج قال للبوليس إن حوالي الساعة 1 صباحا سمع دوشة جاية من أوضة كيرستي، وإن الصوت اللي سمعه كان أشبه بصوت سيدة بتصرخ وبتقول اخرج اخرج وسيبني في حالي. ادعى إنه راح يشوف فيه إيه، بس الصرخات دي وقفت فرجع لسريره تاني، مفترض إنها كانت مجرد خناقة حبايب. ستيفن كان مسافر قديم وكان مقيم في الجست هاوس ده من شهور. قال إن من الشائع سماع النوع ده من الخناقات، وإنها عادة مش بتسبب أي مشاكل. مدير الجست هاوس التايلاندي سورين تشان اللي عنده 47 سنة كان عايش في الدور اللي فوق، وكان بيدير كمان مدرسة المساج هناك. الراجل ده كان تاجر مخدرات معروف، اتقبض عليه مرتين قبل كده بتهمة حيازة هيروين. سورين قال للبوليس إن هو كمان سمع الصراخات جاية من أوضة كيرستي، وقال إنه نزل تحت في الوقت ده مع ستيفن كريج عشان يشوف فيه إيه، وحط ودنه على الباب بس ما سمعش أي حاجة. وبما إنه مش عايز يقتحم خصوصية نزيلة، رجع للسرير وقال لستيفن يعمل نفس الشيء. تشريح جثة كيرستي أكد إنها اتقتلت في نفس الوقت تقريبا اللي الصراخات اتسمعت فيها جاية من أوضتها. وبما إن سارة ويجوت كانت آخر واحدة شافتها عايشة الساعة 11 مساء، الشرطة استنتجوا إن كيرستي غالبا رجعت للجست هاوس حوالي الساعة 12، وإنها اتقتلت خلال ساعة من رجوعها. هما ما كانوش عارفين إذا كانت مشيت الطريق بتاع ال 25 دقيقة لبيتها من الأسواق دي، ولا أخدت تاكسي محلي أو توك توك هناك. ونظرا للتاريخ الإجرامي لمدير الهوستل ده اللي اسمه سورين تشامبرنت، فالمحققين قرروا إنهم يفتشوا الأوضة بتاعته، والتفتيش ده كشف عن وجود حشيش وأنفيتامينات، وتم القبض عليه بتهمة الحيازة. الشكوك في إن سورين ممكن يكون متورط في قتل كيرستي زادت لما لقوا كارت بوسطة في أوضته عليه صورة سيدة بيضة مربوطة في وضعية مش لائقة. بس حبيبة سورين بنتيبا اللي كانت عايشة هي كمان في نفس الجست هاوس ده دعمت قصته.
قالت إنه كان في أوضتهم طوال الليل ما عدا لما سمع صوت الدوشة اللي جاية من أوضة كيرستي ونزل تحت عشان يشوف إيه اللي بيحصل. الشرطة كمان كانوا شاكين جدا في ستيوارت كرايتون اللي عنده 28 سنة، وهو رجل استرالي تاني كان مقيم في نفس الجست هاوس من شهور. ستيوارت كان معروف إنه مدمن هيروين وعنده تاريخ من خناقات الشوارع، بس ادعى إنه ما عندوش أي علم بمقتل كيرستي جونز. ورغم كده تفتيش اوضته كشف عن وجود حشيش وهيروين، وده خلى الشرطة يقبضوا عليه برضه بتهمة حيازة مخدرات ويحتجزوه. نزيل تاني مقيم لفترة طويلة في الجست هاوس ده أثبت إنه شخصية مريبة بعد ما ادعى إنه شيخ مرموني سابق وجاسوس في CIA جه تايلاند عشان يتعافى من إصابة في دماغه. ورغم إن ولا استجواب من دول أدى للقبض على حد في قضية قتل كيرستي جونز، إلا إن البوليس فضلوا مقتنعين إنها كانت تعرف قاتلها. هما فكروا في احتمالية إن كيرستي ممكن تكون دعت الجاني لأوضتها وهناك رفضت محاولاته في إقامة علاقة معاها، ولما حس بالرفض ده ممكن يكون اتحول للعنف وشن هجوم عليها. كبير ضباط التحقيق طرح نظرية مثيرة للجدل لما اقترح علنا إن كيرستي ممكن تكون عملت علاقة برضاها واتخنقت لحد الموت عن طريق الخطأ. التعليق ده مش بس ضايق عيلة كيرستي المفجوعة أصلا بسبب الموضوع ده، لكنه زود الانتقادات للتحقيق اللي كان واخد اهتمام إعلامي واسع من لحظة وصول الصحفيين لمسرح الجريمة. النظرية دي خلت الشكوك تقع على نيثن فولي، الرجل الأسترالي اللي كيرستي اتعشت معاه الليلة اللي قبل ما تموت. مش بس عشان هم قضوا أكتر وقت مع بعض، لكن بعد ما لقوا جثة كيرستي البوليس أخدوا كام ساعة عشان يوصلوا لنيثن، وده خلاهم يتساءلوا إذا كان بيحاول يستخبى من حاجة. بس نيثن فولي أنكر بشدة إنه ليه أي علاقة بالجريمة أو إن عنده أي اهتمام عاطفي بكيرستي، ومع عدم وجود أي أدلة أو شهود يقولوا عكس كده هو كان حر إنه يمشي من اسم الشرطة. احتمالية مواجهة الصحافة المتحمسة زيادة عن اللزوم كانت مخيفة جدا. تليفون اسم الشرطة كان بيرن من غير توقف. صديقة كيرستي في السفر سارة ويجوت حكت بعد كده في برنامج إنها وهي مستنية يستجوبوها واحد من الضباط اداها التليفون وقال لها ده عشانك، ده المكتب الصحفي عايز يعرف ايه اللي حصل. سارة كانت مصدومة، هي ما كانتش حتى لسه قالت شهادتها للشرطة في الوقت ده، ورغم كده الشرطة نفسهم بيشجعوها عشان تتكلم مع الإعلام. إدراكا منه للاهتمام اللي كانت القضية واخداه أصلا، نيثن فولي اختار إنه يفضل في حجز البوليس وطلب الحماية. هو وجميع النزلاء في الجست هاوس ده الذكور اتطلب منهم يقدموا عينات DNA للفحص. وبينما المحققين كانوا مستنيين النتائج، سلطات الهجرة تم تنبيهها عشان تمنع أي من المشتبه فيهم من مغادرة البلاد. واحد من المحققين قال للصحافة إن رغم إنهم مش عارفين بالظبط إيه اللي حصل، إلا إنهم متأكدين إن واحد من نزلاء أو موظفي الجست هاوس هو المسؤول. كيرستي كانت تعرف قاتلها بلا شك، هو صرح وقال كده: إحنا واثقين إننا هنقبض على حد في خلال 7 ل10 أيام. كان في نزيل واحد في الجست هاوس ده غايب بشكل ملحوظ، وهو أندي جيل اللي عنده 32 سنة. كان رجل بريطاني عايش في تايلاند بشكل متقطع على مدار ال 12 سنة اللي فاتوا. أندي كان شخصية معروفة وسط مجتمع الأجانب المقيمين في شيانج ماي. كان متجوز قبل كده من سيدة تايلاندية وخلفه طفل. بشكل غريب لما تم اكتشاف جثة كيرستي، أندي ما كانش موجود في أي مكان. الفكرة إن أندي جيل كان بيملك الجست هاوس ده. الشرطة أخدوا يومين على ما وصلوله ولقوه في بار محلي. ادعى إنه ليلة مقتل كيرستي ما كانش في الجست هاوس أصلا، هو كان بره مع واحد من صحابه التايلانديين ويقدر يشهد بكده. بس فحص سريع لخلفية أندي كشف إنه في الواقع موجود في تايلاند بشكل غير قانوني بعد ما كسر الفيزا بتاعته لمدة 2 سنين، وعشان المخالفة دي تم القبض عليه فورا واتفرضت عليه غرامة صغيرة. ومع وجود 3 من نزلاء الجست هاوس مقبوض عليهم في جرائم ملهاش علاقة بقتل كيرستي، القضية اتحولت بسرعة لضجة إعلامية كبيرة في تايلاند وبره تايلاند. عشرات وعشرات من الصحفيين من وسائل الإعلام الكبرى اتجمعوا في شيانج ماي بيتكلموا مع أي حد عنده أي معلومة مستعد يتكلم. في ويلز عيلة كيرستي كانت بتعاني عشان تتقبل كل اللي حصل ده. باباها ومامتها سو وجلين رجعوا من رحلة عيد زواجهم في إسبانيا أول ما سمعوا الخبر فورا. الاتنين كانوا منهارين تماما وفضلوا تحت تأثير المهدئات في بيت العيلة. أخوها جارث اللي عنده 21 سنة كان سائق الجرار في مزرعة العيلة لما سمع خبر مقتل كيرستي في الراديو. قال بعد كده إنه ما كانش قادر يصدق اللي حصل لفترة كبيرة. فضل مقتنع لفترة إن كيرستي لسه مسافرة في أجازة وهترجع في النهاية. مقتل كيرستي خلى مدينة شيانج ماي تحت الأضواء العالمية للأسباب الغلط كلها. زيها زي أماكن كتير في تايلاند، اقتصاد شيانج ماي كان بيعتمد بشكل كبير على السياحة. ومع المتابعة الشديدة من الصحافة العالمية اللي كانت بتسلط الضوء على كل غلطة في التحقيق وبتنتقد النظريات المسيئة اللي شاركها قائد الشرطة، القلق كان عالي بخصوص التأثير السلبي اللي القصة ممكن تعمله على السياحة. فالضغط زاد أكتر وأكتر على الشرطة عشان يحلوا القضية دي بسرعة.
بعد كام يوم من التحقيق جالهم الانفراجة اللي كانوا بيأملوا إنهم يلاقوها، لما عاملة النظافة اللي اكتشفت جثة كيرستي جت عشان تغير أقوالها. في الأول خالص عاملة النظافة قالت إنها لقت جثة كيرستي حوالي الساعة 4:30 عصرا يوم الخميس 10 أغسطس، بس دي كانت كدبة. هي اعترفت إن الاكتشاف ده حصل فعلا حوالي الساعة 10:30 صباحا، ومش هي اللي اكتشفتها. اللي اكتشفها كان صاحب الجست هاوس أندي جيل. قالت للشرطة إن أندي ومدير الفندق سورين طلبوا منها تأخر البلاغ لمدة تقريبا 5 ساعات لحد ما يخلصوا شوية مشاكل تانية. لما اتسأل عن الادعاء ده أندي جيل اعترف إنه حقيقي. هو زعم إن صباح يوم الخميس مدير الجست هاوس سورين كلمه عشان يقوله إن كان في شوية دوشة جاي من أوضة كيرستي الليلة اللي قبلها. أندي سأله إذا كان حد شاف كيرستي لسه، سورين قال له لأ، وزود إن أوضتها كانت مقفولة بقفل من بره. فعلى حسب كلام أندي أول حاجة جت في باله إن كيرستي ممكن تكون اتخانقت مع حد وهربت من المكان. هو ما كانش قلقان إن ممكن يكون حصل لها أي حاجة وحشة، وكان قلقان أكتر إنها تكون هربت من غير ما تدفع الحساب بتاعها. ونظرا لأن أندي كان معاه مفتاح احتياطي للقفل ده، فراح وفتح أوضة كيرستي، بس لما دخل لقى إنها مرمية على وشها فوق السرير جوه. وقال إنه خرج من هناك بأسرع ما يمكن وطلع للدور اللي فوق عشان يجيب سورين، وجابه تحت عشان يشوف المنظر ده بنفسه. أول فكرة جت في بال أندي كانت إنه يكلم الشرطة، بس كان عارف إنهم هيكتشفوا إنه كسر الفيزا بتاعته وده يحطه في مشكلة كبيرة. كمان لو الخبر انتشر إن في حد مات في الفندق ده، وكان عارف إن الدعاية السيئة دي هتكون مدمرة للشغل بتاعه. فبدلا من كده أندي جري عشان يوصل لحد في إدارة الهجرة يقدر يظبط له فيزا جديدة قبل ما يبلغوا الشرطة. وسورين أيد قصة أندي، بس زود حاجة تانية كمان. سورين زعم إنه بعد ما وراله جثة كيرستي، أندي أخد القفل من بابها وغسله، ولما اتأكد إن أي دليل بصمات اتمسح رجعه مكانه تاني. الشرطة كانت مهتمة جدا بالتفصيلة دي. الموضوع مش بس بيشير إن أندي عنده مستوى من المعرفة بتحقيقات مسرح الجريمة، لكن كمان بيطرح سؤال: ليه أصلا يفكر يدمر دليل زي ده؟ ده كمان ما فسرش ليه سورين ما بلغش السلطات. لو كان عشان يقدر يتخلص من اي مخدرات غير قانونية كانت معاه، اكتشاف الحشيش والانفيتامينات في اوضته بيشير انه ما عملش شغله كويس. الغريب ان سورين كان كمان هو اللي قال للنزلاء التانيين يرجعوا يناموا بعد ما سمعوا الدوشة اللي جاية من اوضة كيرستي. بالنسبة للشرطة كل السلوك المريب ده خلاهم يتساءلوا الرجلين دول كانوا بيحاولوا يخبوا ايه. عشان كده أندي جيل وسورين اتحولوا بسرعة من أشخاص موضع اهتمام لمشتبه فيهم، وفضلوا متحفظ عليهم بسبب تهم الفيزا والمخدرات الخاصة بكل واحد فيهم. نتائج تحاليل الدي ان ايه كان متوقع انها تطلع يوم السبت 19 اغسطس بعد 9 ايام من بداية التحقيق، بس لما اليوم المنتظر ده جه الشرطة اعلنت ان حصل تأخير غير متوقع. خلال مؤتمر صحفي ملوش علاقة بالموضوع، رجل عنده 34 سنة اسمه نونج بوجانا تامرون دخل اسم الشرطة عشان يقدم شكوى. نونج كان فرد من قبيلة اسمها كارين هيل، ودي أقلية عرقية في شمال تايلاند. كان بيشتغل مرشد سياحي بدوام كامل، وكان هو اللي قاد الرحلة اللي مدتها 3 أيام في منطقة اسمها مايم، واللي كيرستي جونز كانت جزء منها في الأيام اللي سبقت وفاتها. رغم إن نونج كان فاكر كيرستي هي كانت مجرد واحدة من زباينه الكتير، والاتنين ما قضوش أي وقت مع بعض لوحدهم أو كان بينهم أي تفاعل ملحوظ. حسب الشكوى الرسمية بتاعت نونج، هو كان ماشي في الشارع لما عربية فان وقفت فجأة جنبه ونط منها شوية رجال. قال ان هما مسكوه ورموه على وشه في ظهر العربية دي، وغموا عينيه واجبروه ان هو ياخد رشفة من مادة مجهولة. الحاجة اللي بعدها اللي نونجي فاكرها انه صحي من النوم في مكان اشبه بموتيل رخيص. هو كان محاوط برجال لابسين لبس ملكي وافترض انهم ضباط شرطة. الرجال دول حثوا نونج انه يعترف بقتل كيرستي جونز. برروا ده بانه مواطن درجة تانية والمفروض يساعد بلده عن طريق انه يساعد في قفل القضية دي اللي طولت اكتر من اللازم. الرجال دول قالوا له إن الاعتراف هيجيب له حكم سجن، أما رفض الاعتراف فهينتهي بالإعدام. ادعى إن على مدار كذا ساعة الرجال دول عذبوه بشتى الطرق. كمان هو زعم إن الرجال دول قالوا له إن لو الدي ان ايه بتاعه ما طبقش العينة اللي لقوها في مسرح جريمة قتل كيرستي هم هيخلوه يطبقها. نونج كان مرعوب بس برضه رفض يعترف، وكان بيقول لنفسه إن ربنا هيحميه لأنه ما عملش حاجة غلط. في الآخر أغمى عليه، ولما فاق لقى نفسه في اسم شرطة في ضواحي شيانج ماي، وما كانش عنده أي فكرة هو وصل هناك إزاي، ومن غير أي تفسير كان مسموح له يمشي. نونجي كان عضو في رابطة مرشدين شيانج ماي، وهي مجموعة بتدعم المرشدين السياحيين المرخصين في شيانج ماي. هو راح على طول على مقر الرابطة وحكى لهم اللي حصل، وخوفا من ان نونجي يتحط في قضية ملوش علاقة بيها ويستخدموه ككبش فدا، موظف في الرابطة شجعه انه ياخد قصته للإعلام قبل ما يقدم بلاغ للشرطة. عشان كده رتب انه يتكلم مع الصحفية المحلية بيم كاسينكي اللي كانت بتغطي قضية جونز من أولها، وصحفي تاني اسمه أندرو دروموند صحفي بريطاني مستقل عايش في تايلاند. وأثناء ما كان بيحكي لهم عن المحنة اللي مر بيها رفع لهم قميصه وكشف عن وسائل التعذيب اللي كانت في جسمه.
قصته اتنشرت في الإعلام العالمي والتايلاندي، وده خلى رابطة مرشدين شيانج ماي تعمل مظاهرات في الشوارع، والشرطة أنكروا أي علم ليهم بالهجوم ده، وادعوا إن اللي خطفه كان جزء من وحدة منشقة، وقالوا إن ادعاءاته دي هيتم التحقيق فيها بشكل عادل. الحقيقة عن مين كان ورا عملية الخطف دي وكان في فعلا عملية خطف ولا لأ عمرها ما اتكشفت. بس بغض النظر عن مين اللي كان ورا الهجوم ده، قصة نونج ضافت مصدر إحراج جديد لشرطة شيانج ماي وهم داخلين على اليوم العاشر من التحقيق بلا أي اعتقالات. لما نتائج تحاليل دي ان ايه طلعت أخيرا، الشرطة كانوا متفائلين إن ده هيحط نهاية للهوجة الإعلامية مرة واحدة وللأبد، بس نتائج التحليل ما كانتش زي ما أي حد توقع. ال DNA اللي لقوه على جسم كيرستي ما كانش مطابق مع أي حد من نزلاء الجست هاوس ده، وبرضه ما كانش بتاع شخص أجنبي. ال DNA أثبت بما لا يدع مجالا للشك إن قاتل كيرستي كان رجل من جنوب شرق آسيا، وبالرغم من كده الشرطة فضلت مقتنعة إن في شخص أجنبي كان متورط في الجريمة دي. قالوا للصحافة إن بالرغم من إن الزبائن الأجانب بتوع الجست هاوس ده تم تبرئتهم بال DNA، إلا إنهم مش بيستبعدوا احتمالية إن واحد منهم يكون كان متواطئ أو شريك في قتل كيرستي. مجموعة جديدة من تحاليل الدم وعينات الشعر اتاخدت من كل واحد من نزلاء الفندق عشان مجموعة تانية من الاختبارات. وحتى بالرغم من ان ال DNA بتاع مدير الفندق سورين شامبت ما كانش مطابق للي لقوه على كيرستي، هو بقى المشتبه فيه الرئيسي. الشرطة احتجزت 3 من زمايله التايلانديين وواحد من صحابه الفرنسيين، واخدت عينة DNA من كل واحد فيهم. كمان طلبوا من اي سواق تاكسي او توك توك ممكن يكون وصل كيرستي للبيت من الاسواق ليلة مقتلها انه يتقدم بمعلوماته. بسبب زهق كبير ضباط التحقيق من عدم وجود تقدم ورد فعل الإعلامي العنيف اللي تصريحاته المثيرة للجدل كانت بتجيبه دايما، كبير الضباط ده اتشال من اللي الصحافة العالمية وصفته بأنه تحقيق هزلي. تم عرض مكافأة 30,000 بات تايلاندي لأي حد عنده معلومات ممكن تحل القضية. وبينما الشرطة كانوا مستنيين نتائج الدفعة التانية من تحليل ال DNA، هم فضلوا مصممين إن القضية مش صعبة الحل ومش هتاخد وقت طويل قبل ما يقبضوا على المسؤولين. في نفس الوقت جثة كيرستي جونز اتنقلت لويلز عشان يتم دفنها بشكل ملائم ما بين أهلها. ورغم ان اليوم ده كان مؤلم جدا لأهل كيرستي، هم حسوا بفخر كبير ببنتهم لأن ناس كتير من كل أطياف المجتمع أخدوا من وقتهم عشان يقدموا احترامهم وتعازيهم ليها. جريمة قتل كيرستي أثارت جدل واسع حوالين مخاطر سفر السيدات لوحدهم، شككت في أمان تايلاند كوجهة سياحية بشكل عام. بالرجوع لشيانج ماي، الشرطة تم استدعائهم لإير جست هاوس بعد ما بنتيبة حبيبة سورين المدير بتاع الجست هاوس هددت إنها تنتحر لو سورين ما تسابش من الحجز. بنتيبة كانت مصممة إن سورين ملوش أي علاقة بموت كيرستي. ادعت كمان إن سورين كان عمل حادث قبل كده وأذى ظهره، وده أثر على قدرته على عمل العلاقات، فهو مستحيل يكون اغتصبها. فمع وجود سورين في السجن والجست هاوس كان فاضي ومفيش نزلاء، بنتيبة كانت بتعاني. هي كانت أصلا بتعاني من الآثار الضارة لإصابة في المخ كانت تعرضت لها من سنين، فدلوقتي هي ما عندهاش دخل ولا شريك، وحتى ما كانش مسموح لها تزور سورين في السجن. صحابها كمان كانوا بعدوا عنها في محاولة إنهم يتجنبوا القضية والصحفيين الفضوليين. وعلى ما الشرطة وصلت للجست هاوس، بنتيبة كانت قافلة على نفسها أوضتها وكانت بتعيط بهستيريا. من ورا الباب قالت إنها مش قادرة تستحمل أكتر من كده، وفجأة كل الأنوار في المبنى طفت. الشرطة كسرت الباب ولقوا بنتيبة معلقة نفسها من رقبتها بحبل. تم إنقاذها ونقلها بسرعة للمستشفى وتعافت هناك. يوم الخميس 31 أغسطس نتائج الدفعة التانية من تحليل DNA ظهرت، ومرة تانية ما كانش في أي تطابق. ولأول مرة من ساعة ما التحقيق بدأ من 21 يوم، الشرطة اضطرت تعترف إن القضية ممكن ما تكونش سهلة الحل زي ما كانوا فاكرين في الأول، لأن واحد ورا التاني كل المشتبه فيهم بتوع الجست هاوس تم استبعادهم رسميا وأخدوا باسبوراتهم تاني، كلهم ما عدا مدير الجست هاوس سورين شامبت. حتى بالرغم من ان ال DNA بتاعه مطابقش اللي لقوه على جثة كيرستي، الا ان الشرطة افترضوا انه ممكن يكون كان متواطئ في الجريمة. يمكن كان شغال بالتنسيق مع اعضاء عصابة مافيا اجنبية كان بيتقال انها شغالة من السوق الليلي. وبعدين جت نظرية تانية مثيرة للجدل بشكل كبير. حسب كلام الشرطة كان ممكن اللي اغتصب كيرستي يكون اشترى السائل المنوي من حد تاني وحطه في مسرح الجريمة عشان يبعد الشبهات عن نفسه. على ما يبدو ان دي حاجة شافوها قبل كده بتحصل هناك. وزي ما رئيس البوليس شرح في وثائقي اتعمل على الجريمة دي، المحققين اختبروا النظرية دي بانهم نزلوا بنفسهم يشوفوا هل ممكن يشتروا حاجة زي دي ولا لا. وهو أكد وقال بالنص كان متوفر في ناس بتبيع السائل المنوي، ممكن يكون عامل أو حد محتاج فلوس بسرعة، أو فتاة ليل كانت محتفظة بحاجة زي دي. وبسرعة بدأت الإشاعات تنتشر إن في ليلة مقتل كيرستي في رجل أجنبي دفع لسواق توك توك عشان ياخد حاجة زي دي منه. الصحافة لقطت القصة دي بسرعة والجرايد اتملت بالدعاءات.
بس لما الصحفيين سألوا الطبيب الشرعي اللي كان شغال على القضية دي عن النظرية دي، استبعد الفكرة فورا وشرح ان وجود الحمض النووي للمجرم بشكل عميق جوه الضحية بيأكد بدون أدنى شك ان اللي اغتصبها ده الحمض النووي بتاعه. وحسب كلامه برضه فالأدلة كانت بتشير ان شخص واحد بس هو اللي كان متورط في الجريمة، وان الشخص ده من غير شك رجل آسيوي. مع استمرار الشكوك حوالين سورين، بعد 5 أسابيع من التحقيق طلع واعترف باللي شافه. ففي ليلة مقتل كيرستي سورين ادعى انه شاف نور في اوضتها، ومن خلال الستاير لمح رجلين ووش الرجل، والرجل ده كان أندي جيل صاحب الفندق. بس المحققين ما كانوش عارفين ياخدوا كلام سورين ازاي، لانه كان معروف انه لسانه طويل. بس كلامه اكتسب مصداقية لما حبيبة سورين بدأت تأيد قصته. بعد شهر من التحقيق اتقبض على أندي جيل وتوجهت له تهمة التآمر في اغتصاب وقتل كيرستي جونز، ودي كانت أول مرة تهمة زي دي تتوجه لحد تحت القانون التايلاندي. بس بما ان مفيش اي اثر للحمض النووي بتاع اندي على جسم كيرستي، فالبوليس ما كانش عندهم ادله كافيه لتوجيه تهمه قتل صريحه. وبدلا من كده حطوا نظرية إن أندي ممكن يكون تصرف بمساعدة شريك تايلاندي، أو كبديل فكروا في احتمالية إن أندي ممكن يكون شاف كيرستي بتعمل علاقة مع رجل تاني وبعدين تسلل لأوضتها وحاول إنه يعمل علاقة معاها، ولما هي قاومت محاولته شن هجوم عليها وخنقها لحد الموت. أندي جيل اتنقل لسجن بانكوك، وبموجب القانون التايلاندي فالبوليس كان قدامه 60 يوم عشان يلاقوا شريكه المزعوم، وبعد كده يا إما يحولوه للمحاكمة أو يفرجوا عنه. بغض النظر عن المهلة اللي بتقرب دي، متحدث باسم شرطة شيانج مي قال احنا واثقين اننا ماشيين في الطريق الصح، ما بقاش فيه اي غموض في القضية. المخاطر كانت عالية جدا بالنسبة لأندي جيل. لو التهم الموجهة ليه وصلت للمحكمة فالحكم بالإدانة ممكن يوصل لعقوبة الإعدام. بما ان عجلة العدالة بتدور ببطء شديد في تايلاند، فده كان ممكن يعني سنين في واحد من سجون بانكوك القاسية المشهورة قبل ما المحاكمة تبدأ أصلا. ومن ورا القضبان أندي أنكر بشدة أي علاقة ليه باغتصاب أو قتل كيرستي، وفضل مصمم إن السبب الوحيد اللي خلاه يهرب بعد ما لقى جثتها هو إنه اتخض بخصوص تأشيرته المنتهية. الناس اللي كانوا يعرفوا أندي اتصدموا لما اكتشفوا إنه متهم في الجريمة دي. مع اقتراب مهلة 60 يوم الشرطة فشلوا في إنهم يلاقوا أي دليل مادي يربط أندي جيل أو شريكه المزعوم بمسرح جريمة قتل كيرستي. وبعدين يوم الخميس 30 نوفمبر قبل 12 يوم من انتهاء المهلة دي، التهم ضد أندي اتشالت فجأة واتفرج عنه من السجن. المدعي العام شرح إن الشهادة اللي قدمها سورين وحبيبته بنتيبا لا يمكن الاعتماد عليها. الفكرة بقى إن في صحفي اسمه أندرو دراموند كان بيتابع في السر المراسلات اللي بتتبعت بين أندي جيل ووالده في جنوب فرنسا. اكتشف إن طول ما أندي كان في السجن والده بعت 4 دفعات لزوجة أندي السابقة في تشانج مي بمجموع 14,000 دولار، وفاكس من والد أندي لزوجته السابقة كان بيقول دي ورقة تحويل لباقي الفلوس، أتمنى توصل قريب وأندي يخرج من قبضتهم في وقت ما الأسبوع اللي جاي. أندرو دراموند الصحفي ده وصل لاستنتاج إن ال 14,000 جنيه استرليني دول اتدفعوا لحد في النظام القضائي في تشيانج مي عشان يضمنوا حرية أندي جيل. بس على حسب كلام الصحفي أندرو ده قال إن دي مش علامة على إنه مذنب. ألف وثائقي اتعمل عن القضية دي. من خبرتي في تغطية القضايا الأجنبية بيبقى في طلب لدفع فلوس من جهة أو التانية. قال أنا شفت 20 رجل بريطاني متهمين في جرائم ضد أطفال صغيرين في ال5 سنين اللي فاتوا، بس ما شفتش غير قضية واحدة بس وصلت للمحكمة، كلهم خرجوا وكلهم دفعوا فلوس. دفعوا فلوس عشان يخرجوا من تهمة كانوا ممكن يتسجنوا عشانها. وكان يقصد من كلامه يقول إن أنت بتقدرش تقول إن أندي جيل هو اللي قتل كيرستي جونز عشان هو دفع فلوس عشان يخرج. أندي جيل اعترف بعد كده إن الفلوس دي بالفعل تم استخدامها عشان يشيلوا التهم اللي عليه، بس ادعى إن ده ملوش أي علاقة بكونه مذنب، وقال إنه ببساطة عرض على المدعي العام وجهة نظره في القصة دي وسابه يوصل لاستنتاجه بنفسه. وبما إن المحاكم ما كانش عندها دليل يدعم التهم دي أصلا فسابوه يمشي، وقال إن كل حاجة في آسيا بتمشي بتسهيل الأمور بالفلوس. ومع اسقاط التهم دي عن اندي جيل وتبرئه كل المشتبه فيهم التانيين بالحمض النووي، التحقيق في مقتل كيرستي رجع لنقطه الصفر. ومع تحول الاسابيع لشهور بقى احتمال حل القضيه اضعف واضعف. وفي النهايه الذكرى السنويه الاولى للجريمه جت وراحت من غير اي تقدم. بعد شهور في يناير 2002 القضية رجعت تاني لعناوين الأخبار بعد ما تم الكشف عن إن شاهدين طلعوا قالوا إنهم في ليلة مقتل كيرستي شافوا رجلين واقفين بره الفندق بتاع آري جيست هاوس. واحد منهم كان ضابط رفيع المستوى في شرطة السياحة وكان لابس لبس مدني. بدأت تقارير غير مؤكدة تظهر في الصحافة التايلاندية بتدعي إن الحمض النووي ده بيدعم نظرية إن كيرستي اتقتلت على إيد شرطي تايلاندي. البعض ادعى ان التحقيق الاولي تم افشاله عن عمد عشان يحموا الجاني الحقيقي، لان الحقيقه كان هيكون لها اثر كبير وضار على سمعه قوه الشرطه التايلانديه وبالتالي على صناعه السياحه.
بعد كده في عدد من الأدلة اللي اتاخدت من مسرح الجريمة اتنقلت للمملكة المتحدة عشان يتم فحصها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة المتاحة في معمل خدمات علوم الطب الشرعي. في المرحلة دي عينة الحمض النووي أثبتت ببساطة إن قاتل كيرستي كان رجل من جنوب شرق آسيا، معلومة مش جديدة. خبراء الطب الشرعي في المملكة المتحدة فحصوا من تاني الحبل اللي تم خنق كيرستي بيه، ولقوا سائل منوي وخلايا جلد سمحت لهم بتقديم بصمة حمض نووي كاملة. في الوقت ده كان في قاعدة بيانات مركزية للحمض النووي في تايلاند عشان السلطات تختبر البصمة دي قدامها، وقارنوها بالعينات اللي اتاخدت من الأشخاص محل الاهتمام في قضية كيرستي، بما فيهم ضابط شرطة السياحة اللي اتشاف بره الفندق، وما كانش في أي تطابق مع أي حد فيهم ما عدا واحد. بالرغم من ان المرشد السياحي نارنج بوجانا تم تبرئته من التحقيق، الا ان بصمة الحمض النووي كانت شبه بتاعته بدرجة كافية تشير لان القاتل ممكن يكون واحد من قرايبه، عضو من قبائل تلال كاران. الشرطة اوصت باجراء فحص جماعي للحمض النووي ضمن معايير معينة في تشيانج مي، ومع رفض الشرطة الإقليمية إنها تعمل كده، حاول أفراد الصحافة إنهم يتعقبوا أي أفراد من عائلة نونج ممكن ينطبق عليهم مواصفات قاتل كيرستي، وخط التحقيق ده تلاشى على ما يبدو. وبعدين في إبريل 2002 بعد سنة ونص من مقتلها حصل تطور جديد. بدأت قصص تنتشر في الصحافة إن في 2 من المتحولين جنسيا طلعوا وادعوا إن سورين مدير الفندق اللي كانت قاعدة فيه واتقتلت فيه دفع لهم فلوس عشان يزرعوا سائل منوي في مسرح الجريمة. بس المحققين التايلانديين رفضوا الادعاءات دي وشافوا إنها ادعاءات كاذبة. وبحلول الذكرى الثالثة لمقتل كيرستي كان لسه الحزن مخيم على عائلتها زي الأول بالظبط. وبما إن الشرطة التايلاندية فضلوا مسؤولين عن التحقيق، الشرطة الويلزية حسوا إن إيديهم متكتفة. وفي 2007 السياسي الويلزي روجر ويليامز أثار القضية دي في البرلمان، معبر عن الإحباط الشديد اللي حست بيه عائلة كيرستي جونز من التحقيق الفاشل والتقدم البطيء للسلطات التايلاندية، وطلب من الوزير إنه يستخدم كل الإمكانيات المتاحة لوزارة الخارجية عشان يشجع السلطات التايلاندية إنهم ما يستسلموش في القضية دي عشان خاطر العيلة وسلامة الشباب اللي بيسافروا في تايلاند. بس على ما يبدو إن التحقيق ما وصلش لأي حتة أبعد من كده، ولما ما ظهرش أي جديد، والدة كيرستي جونز سو قررت إنها تسافر بنفسها على تايلاند في سنة 2012 قبل الذكرى ال 12 لموت كيرستي عشان تعلن عن مكافأة ضخمة وقدرها 10,000 جنيه استرليني مقابل أي معلومات تؤدي للقبض على أي حد. المكافأة دي مش ضخمة بالنسبة لهم هم، ولكنها ضخمة جدا جدا بالنسبة لتايلاند. بس للأسف وبالرغم من إن المكافأة دي كانت جذابة لأي شخص عنده معلومات، مفيش أي حد تقدم بأي معلومات مفيدة. وللأسف لحد يومنا ده عدى أكتر من 25 سنة على مقتل كيرستي جونز، لحد يومنا ده لسه قاتلها مجهول، ولسه أهلها عايشين على أمل إن في يوم من الأيام حقها يرجع. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت منسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هستنى أعرف رأيكم ونظريتكم عن اللي حصل، وأشوفكم قريبا في فيديو جديد.